جميعا رؤوسنا ترتفع الى اعلام السماء. وكما قال من قبل ابي اسامه الذي يرى فيه النقد العربي كلها بهدف تكوين راي عام عربي ضد الاعراض الامريكيه وضد الدول الامريكي. ولقد شعر بوش بخطوره ملك هذا الرئيس مبارك فكانت اسرائيل من البيت الابيض في المغرب لكي يقول له نحن مع السلام ونحن ننظر الشعب العربي ونحن نقول لهذا البيت انك كاذب، ان العودة ليس لشهوة الولايات المتحدة الامريكية الى سبب ما انت فيه من تخبط الان. وفي نفس الوقت كما نقول لهؤلاء الرئيس مبارك وللسياسة الخارجية احسنتم، نقول لهم ان الشعب واحد. الشعب في التاريخ يعاني ورمضان على الاعداء، اصبح كل موظف ماشي في الشارع بيكلم نفسه. الرواتب الهجوم لا تبني ابدا متطورات الحياه. في حاجه غلط في مصر ولابد من نصلحها ونقول له يا سياده الرئيس آن اوان التغيير ان يرحل هذا العقد عليه ومعه وتاتي بحكومه جديده. هذه الحكومه تتبع فيها سياسه الشفافيه، تتبع فيها شعار الطهاره. حكومه جديده هذه الحكومه تسعى لان يكون ثروات مصر وخير مصر لمصلحه ابنائها. نعم نحن نطلب الخير، كل هذه القرارات وكل هذه الملاحظات لقضايا الفساد، ولكنها هذا لا يكفي. فالفساد كما قال ديوان رئيس الجمهوريه الدكتور زكريا عزمي في احد كلماته امام نواب الشعب اسمه نائبا عن الزيتون، قال زكريا عزمي الفساد في المحليات وصل الركب. ونحن نقول له دكتور زكريا الفساد في كل مرافق مصر وصل الى الركب، ولا بد من اجراءات جديده، لا بد من روح جديده تجري في كل اجزاء الوطن، في كل اركان الوطن، في قلوب المصريين، لكي نكون نحن كما أرزم الله سبحانه وتعالى كذلك الله في الأرض. وكما تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تنبأ أصحابه في مصر قال لهم ستفتح لكم مسجد الدعوة فإذا فتحت فانتهوا منها جندا كثيبا فإنهم خير هذه الأرض لأنهم في رباط يوم الدين، أي أنكم تحملون على أكتافكم وعلى ثرواتكم عبء الدفاع عن الأمة وعن الإسلام. وإذا كان بيننا وبين إسرائيل وعلى السلام فتلك جولة لا بد أن يعقبها معركة. فإسرائيل حتى الآن ما زالت ترفع شعارات ضغيرة على الجيش الإسرائيلي، زاوية إسرائيل الكبرى للإفراط. لا بد من تأكيد المصريين، ولن يتحقق هذا في ظل الحكومة الحالية. أعرض عليك نحن نتهمه بحكم الدين بأنه الذي باع ثروة الأمة التي كونها طلعت حرب باشا والتي جعلها والتي سماها عبد الناصر ما بعد في الانتصار العالمي. إن الحب الحقيقي للانتصار العالمي المصري هو طلعت حرب باشا. ذلك المصري الذي درس مثل كل إخواني في لجنة المصرية درس حقوق، وعندما تخرج لم يعمل بالحماية ولكنه شغل تفكيره وقال لابد ان نساهم في المعركة الوطنية التي تكون وقعها على ارض الوطن. قضية قرن المحتل الذي يجي من مصر ووصل تفكيره لانه لابد ان نحقق مصر الاستقلال الاقتصادي، فكان يتشابه في مصر. ومن خلال المستثمرات المصريين ولايات المصريين انشا مجموعه شركات التي حملت اسم مصر في النسيج
في السياحة، في التأمين، في الطيران، في السينما، كل شركة حملت اسم مصر هي بنك بنك مصر. وجاء عبد الناصر بعد ذلك بسنوات طويلة لكي يضم هذه الشركات مع بعض الشركات الأجنبية اللي كان ناصرها وسماها القطاع العام. وجاء عاطف أميري وبدأ القطاع العام حتى عن لماذا؟ الصهاينة بعد حرب 72 الكوكب تسونها نتائج هذه الحرب. ما هي القوة التي مكنت المصريين بعد 6 سنوات من الهزيمة بإعادة بناء قواتهم المسلحة وتحقيق الانتصار؟ تعلمون جميعا ان في هذا الوقت من 67 الى 73 ما كانش عندنا داخل السياحه، كان وقت السياحه ما كانش عندنا عائد من قناه السويس لانها مضره، ما كانش عندنا تحويلات عائله لعمل المصريين في الخارج اللي ما كانش بيوصل يخرج، ما كانش عندنا حاجه، ما كانش عندنا معونات امريكيه ولا معونات عربيه. كانت مصر تمتلك حاجه واحده بس، القطاع العام. فالقطاع العام هو القائد الحقيقي لحرب القوة المصرية. لذلك كان القرار الصهيوني الذي تم اتخاذه في البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي بضرورة القضاء على القطاع العام المصري. لماذا هو هناك في واشنطن وتل اتخذوا قرار بالقضاء على القطاع العام؟ فلهم يعلمون تماما ان كان بيجي ما هي الا هدنه، وان مصر لا تتخلى ابدا عن الامه العربيه، وايضا لا تتخلى ابدا عن الحكم العربي في اعاده فلسطين وانشاء دولتها المستقله. هيفتح عليك. ارادوا ان يخلصوا مصر من اقوى او من قوة ضربهم حتى تأتي المعركة القادمة ومصر بلا قوة اقتصادية. هل القطاع الخاص الذي يهب أموال البنوك هو الذي سوف يمول الحرب؟ الذي سوف تدخل عائلة شيء أو غيره؟ إذا كان هذا القطاع الخاص ذهب أموال ومدخرات المصريين اللي في البنوك المصرية وغيره زي ما قالوا اسمه راح يستمتع ويعيش في القوة والرفاهية على حساب الغلابة المصريين. لذلك كان قرارهم هناك بحرمان مصر من عنادها من قوتها في اي معركة قادمة. فكان قرار الله عز وجل وأسند عملية البيع لرئيس الوزراء الحالي. نقول رئيس مبارك لماذا تحمل أوضاع هذا الرجل؟ فجاءها عبد أمير لغاية وفكر عليه وليأتي أعراض شابة تعيد تأييش شباب الحب الذي شاب خلقه ونقول له نحن مهمين ليس لدينا أي حرج في أن يكون رئيس مبارك خالد جمال مبارك. على الأقل هو شاب
اللي هيكون في السجن. أقول رئيس مبارك إن الشعب المصري يثق فيه ويثق في إنك حاكما مصريا وطنيا منفذا يدرك هذا الوطن وأن كل قضايا الأمة العربية المركزية. لذلك فالتغيير هو مطلب كل جماهير. التغيير من أجل أن يستطيع المصري أن يعيش على أرضه في رخاء، من أجل أن يستطيع الشعب المصري أن يعمل. حتى أقول حضراتكم إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم عمدا من عطاء أبنائها في زمنهم، زمن عطية الذهبية. تعلمون جميعا أن أعلى معدل يصل فيه عطاء الإنسان لو خدمة يجوز فترة زمنية من 18 سنة إلى 35 سنة. وهذه الفترة الزمنية هي فترة التمهيد، هي فترة الكلية، إنها هي سنوات الدكتوراه. 5 مليون شاب مصري في هذه الفترة الزمنية بلا عمل. شوفوا حضراتكم أي خسارة تعود على اقتصادنا القومي وعلى كل مواجهتنا لكل التحديات، اننا نحرم من عطاء ابنائنا. هل بعد سن 35 سنه الانسان يبقى عنده نفس يدي، عنده نفس يشتغل؟ دي كلها بفعل سياسات تراكمت علينا بفعل اناس لن يكونوا ابدا على مستوى الحكم الوطني. ونحن نقول رئيس مبارك نحن انتخبناك انت وحدك رئيسا للبلاد في الانتخابات الاخيره في المدن الاربعه الموجوده، ولا تنتخب عاطف امين ولا كمال جمهوري ولا عاطف سلطه. نريدك يا سياده الرئيس، ونحن على اعداد مرحله اقل ما يوصف بها بانها مرحله مهمه وخطيره ليس في تاريخ المصري ولكن في تاريخ الامه العربيه. أن تبدأ بدعس وإيقاظ المصريين الجديد، ولن يكون إلا بإطاحة تلك الحكومة والإتيان بحكومة جديدة تكون على مستوى